الساحرة المكسيكية ماريا سابينا ليها تمثال من الشمع اتحرك قدام الكاميرات في واقعة غريبة جدا نشرها العديد من الصحف ووسائل الإعلام، وأنا جاي النهاردة علشان أبحث في صدق الموضوع ده. صديقي العزيز عزيز الصديق، اتعودنا نقدم لكم كل شيء غريب واللي بندور عليه في جميع أنحاء العالم. أنا بحبك ومش ناوي أبدا أخدعك، بس الحقيقة إن إنكار كل شيء غريب لمجرد إنه غريب ده برضه مش منهج تفكير عقيم، مش كويس. فخلونا الأول نعرف الحكاية دي حصلت فين وإمتى، وهل حصلت فعلا ولا لأ، وبعد كده تعالوا نفسر كل شيء بشكل علمي أو حتى ميتافيزيقي. ومش هاخد من وقتك كتير، يعني حتى فنجان القهوة اللي أنا كنت عايز أقولك اشربه مش هتلحق تعمله أساسا. فيلا بينا. المكان متحف باليسيو أوكامبو، الزمان 9 أكتوبر 2025. الحدث معرض الساحرات في المكسيك، واللي حصل زي ما هتشوف كده بالظبط. ¡Ay, hijo de... güey, qué pedo! التمثال اتحرك فعلا، يعني اللي شفناه ده حقيقي. التمثال بيحرك راسه وبيبص ناحية الشخص اللي بيصوره، اللي بيتفزع جدا وبيقول شتيمة قبيحة بترجمة أنيس عبيد تبلك. وبينتشر المقطع ده بسرعة الصاروخ. مواقع السوشيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام الغربية كلها تناقلته. والغريبة هنا إن دي مش أول مرة حد يتكلم عن التمثال ده، لأن قبل أسبوعين بالظبط من تصوير المقطع ده حصلت واقعة غريبة تانية. بس الأول أتأكد إنك مشترك في القناة ومفعل زر الإشعارات، علشان في حاجات كتيرة غريبة وعجيبة وممتعة بوعدكم بيها، فأرجو الانتباه ولتطمئن قلوبكم بذكر الله. ويلا بينا. المتحف ده في جوادالاجارا بالمكسيك، والتمثال ده خاص بالساحرة ماريا سابينا أو المعلمة ماريا سابينا، وهي حكيمة أو معالجة روحانية مولودة سنة 1894 وتوفيت سنة 1985، يعني تقريبا 91 سنة. معروفة بخبرتها الكبيرة في النباتات الطبية والأعشاب، وعلى وجه الخصوص معروفة بتعاملها الخاص جدا مع فطر السالوسوبين، واللي كانت بتستخدمه في علاج مرضاها عن طريق طقوس معينة. والطقوس دي اسمها الفالادة، وهي عبارة عن جلسات شفاء بتستخدم فيها التواصل الروحي مع من كانت تسميهم أرواح الطبيعة. يعني الست بتتعامل مع أرواح وبتستخدم نبات مهلوس وطقوس، والفطر ده عبارة عن نبات مهلوس ونوع من أنواع المخدرات. ماريا سابينا كانت بتعتبر الفطر ده نبات أو كائن مقدس بيكشف ليها رؤى وبيساعدها في تشخيص الأمراض الروحية والجسدية. فماريا بمفهوم مجتمعها ما كانتش ساحرة بالمعنى التقليدي اللي هو يعني بتمارس السحر الأسود، لا، ماريا كانت معالجة تقليدية محترمة في مجتمعها، حكيمة يعني. المفروض انها كانت بتمارس نوع من انواع العلاج باستخدام شيء كل المجتمع هناك كان بيؤمن بيه، وهو الارواح الطيبة. احنا بقى طبعا الكلام ده ما يخش ذمتنا ببصلة، اسود احمر بنفسجي، هو سحر. في خمسينيات القرن الماضي، القرن العشرين، زارها الباحث الامريكي جوردن واثون وقعد معاها وجرب العلاج بالفطر بتاعها ده. بعد كده رجع على بلده ونشر مقالة عنها في مجلة لايف، والكلام ده كان سنة 1957. المقالة دي كانت بعنوان Seeking the Magic Mushroom، البحث عن الفطر السحري، وكانت دي هي بداية معرفة العالم كله بماريا سابينا. والكثير من المشاهير راحوا زاروها في بلدها، فنانين وعلماء والهيبس بتوع الستينات دول، أو ما يطلق عليهم في مجتمعنا الخنافس، واللي كانت حياتهم كلها مخدرات. ماريا ألهبت العديد من الفنانين والكتاب زي جون لينو وبوب ديلا وجيم ماريسون، حتى بعض علماء النفس واللي درسوا تأثير الفطر ده على الوعي. وفي كمان أغاني وأفلام وكتب بتحمل اسم ماريا سابينا أو على الأقل مقتبسة من حياتها. يعني من الآخر الست دي متصيطة ومشهورة في العالم كله، في الأوساط العلمية والأوساط الأدبية والأوساط الملوخية. وبرغم شهرتها الكبيرة دي إلا إنها ماتت فقيرة في قريتها عن عمر يناهز 91 عام. سبحان الله، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ده إذا كانت فعلا بتستعين بالمخلوقات اللي بتقول عليها دي، علوية بقى سفلية،
كله جن وعفاريت، خاصة وإن المخدرات ليها فعلا علاقة بفتح بوابات أو كشف الحجوبات عن العوالم الخفية. ولو حابين ممكن نتكلم عن الموضوع ده في حلقة منفصلة. قبل أسبوعين من ظهور المقطع ده، الست اللي قدام حضرتك دي قالت إن بنتها الصغيرة كانت واقفة جنب التمثال ومدت ايدها علشان تمسك ايد التمثال، وفجأة البنت وشها اتغير واتخضت جدا وسحبت ايدها من على التمثال، وقالت لمامتها ان التمثال ده حاول يمسك ايدها. طبعا وقتها الام قالت انه خيال اطفال وايحاء، ولكن بعد ما شافت المقطع ده واللي قدام عينيها التمثال اللي بنتها قالت عليه بيتحرك فعلا، جت على المتحف وصورت مع الصحافة وقالت القصة بتاعت بنتها دي. كذلك مدير المتحف اتصل بالشخص اللي صور الفيديو ده وكلمه قدام الصحفيين وقال انه واحد من الزائرين للمعرض. ولما حصل اللي حصل ده ونده على مدير المتحف اكد له ان التمثال ده استحالة يتحرك، ولكنه أخذ رقمه بعد ما شاف الفيديو، لأن المفروض الزائر ده صور الفيديو في نفس الوقت اللي وراه فيه لمدير المتحف، يعني علشان يثبت إن الزائر ده كلامه مصدق. صور الفيديو، كلم المدير، فالمدير جه خد رقمه بعد ما اندهش بالحاجات اللي متصورة في الفيديو اللي هو التمثال وهو بيعمل كده. مدير المتحف زي ما حضراتكم شايفين كده قال ان التمثال ده من الشمع ما بيتحركش، مفيش اي سلوك متوصلة بيه، ولو مفكر ان التمثال ده بيتحرك بالميتاكرونيك فانت غلطان، ده مش حقيقي ومش متوفر في التكنولوجيا اللي موجودة في المتحف. والميكاترونيك ده هو تصميم بالأنظمة الذكية أو الذكاء الاصطناعي بيجمع ما بين الميكانيكا والإلكترونيات والبرمجة، وببساطة كده يقدروا من خلال الميكاترونيك ده انهم يحركوا التمثال، بس التمثال ده ما فيهوش ميكاترونيك. وهنا بينحسر التفسير بالنسبة لحاجة زي كده ما بين تفسيرين: 1 تفسير علمي، 2 تفسير ميتافيزيقي. التفسير الأول طبعا بيقول ان ممكن الفيديو ده يكون معدل بالمونتاج، وان الحكاية كلها بلح عملها شخص ما علشان يثير الجدل او يعمل مشاهدات، او تكون الخدعة دي عملها القائمين على المتحف نفسهم كنوع من أنواع الدعاية علشان الناس تيجي تشوف تمثال الساحرة وهو بيتحرك. بعد كده ومع افتراضنا لحسن النوايا ممكن يكون اللي حصل ده نوع من أنواع الضغط على الدعامة اللي اتبنى عليها التمثال، خلاها تتحرك في اتجاه ما صدفة إن الشخص ده كان بيصور وقتها، يعني الدعامة عملت كده. وارد ممكن مثلا يكون الجو وقتها كان حر شوب فالشمع اتحرك فرسم الشكل ده، أو إن الحكاية كلها مجرد ظل وضوء، يعني تغيير بسيط في الظل أو الزوايا بتاعة التصوير ممكن يتفسر على إن التمثال اتحرك فعلا، في حين إنه مجرد خداع بصري. فلو خرجنا من مجموعة التفاسير العلمية مش هنلاقي قدامنا غير التفاسير الميتافيزيقية، ما وراء الطبيعة. التفسير ده بيقول إن اللي حصل ده عبارة عن طاقة موجودة في المكان خاصة بالأرواح اللي كانت بتساعد الساحرة دي، يعني الموضوع ممكن يكون تلاعب من الشياطين علشان يسحروا أعين الناس ويوهموهم ويلعبوا بعقولهم، وده تمجيدا لذكرى أحد أعوانهم اللي هي الساحرة ماريا سابينا، أو استخفافا بعقول السذج اللي ممكن يقدسوا هذا التمثال. مش مصدق؟ والله في اللي ممكن حتى يعبدوه. وأنا عايز أقول لحضرتك إن بعض الحضارات اللي بتهتم بعلوم الطاقة بتؤكد إن المجسمات اللي على شكل حيوانات أو بشر أو حتى الصور المتعلقة على الحيطة بتجذب طاقات معينة، والطاقة دي لو جيت تفسرها عند الأشخاص اللي بيحاربوا علوم الطاقة وبيتهموها بالدجل والشعوذة، مفيش حاجة اسمها طاقة وعلوم طاقة. تفسير كلمة طاقة دي ملهاش عندهم إلا معنى واحد: جن وشياطين. ولحد كده أنا خلصت كلامي. قناعات حضرتك هي اللي هتحدد زوايا رؤيتك للموضوع. ما تنساش تشترك في القناة، لسه عندنا كتير مواضيع مثيرة وجميلة. سلام عليكم.